ايه حكايتكم؟ محدش مالي عليكم ولا ايه؟ فاكرين نفسكم زمن فتوات؟ في شرطه وفي قانون في البلد يا باشا. احنا تحت امر الحكومه والقانون، بس الناس بيعتبروني يعني من كبارات المغربلين بحكم السن يعني والكلام الحلو اللي بينهم. انا يا باشا كنت قاعد في حالي، لا بيا ولا عليا، لقيت الواد ده جاي لي جري وبينادي عليا يا معلم عبد ربه، يا معلم عبد ربه الحقني. ايه يا واد مالك؟ قال لي عرب اتحرش باختي. ولما راح يعاتبه استفرد بيه وضربه. وانا لما رحت له، تصدق بالله يا باشا، الواد ده انا مربيه وفي مقام ابوه يقوم يرفع ايده عليا. ده الياما قامت يا باشا، يمين بالله الياما قامت. الكلام ده حصل يا عرب؟ اه يا باشا، انا اختي كانت بتستنجد باي حد، وعرب مش عايز يسيبها في حل، ولو تحب اجيب لك اخت تقول لك الكلام ده بلسانها انا مستعد. شوف يا سعاده الباشا، اكتر حاجه اكرهها في حياتي هو الكذب. حصل يا سعاده الباشا. ايوه يا بيه، كان عايز يتحرش باخته، وانا قلت له ازاي يا عرب؟ دي بنت حتتنا. قال لي مالكش فيه، راح زقني يا باشا في كتفي. والله يا معلم عبد ربه وارم حتى هذه اللحظه هذا العتي المفتري الظالم ده ملوش كبير يا سعاده البيه. المهم يا سعاده الباشا راح داخل المحل وراح دافس برجليه بطن ابو ذكر، وابو ذكر ده يا باشا غلبان وبيجري على يتامى. طب يعني مين يجيب لي حقه؟ تمام، بس انا مسامح، انا مش هخصم ابن جهتي عشان ابو ذكر. المهم يا سعاده الباشا ان هو راح ساحب ازازه من النوع الفاخر وراح تشرشها في الارض. طب مين يدفع لي ثمنها يا سعاده الباشا؟ بس انا مسامح يا سعاده الباشا. جري بالازازه وعايز يفقع عين الولد ويعمل له عين مستديمه. والله يا سعاده الباشا، والله. استنينا يا اسطى نرجع مع بعض. رايحه فين يامبا؟ تعالي اقف فين؟ تعالي. داخله جوه. استنوني انتوا هنا، هدخل اشوفهم واطلع اطمنكم. لا يا علي، انا ما اقدرش استنى هنا، انا هدخل جوه وهقدم بلاغ بنفسي في عبد ربه واللي عمله. ياما ما ينفعش تخش جوه، اسمعي الكلام بقى، قلت لك انا هتصرف. يا علي يا خالتي المتر عنده حق، هو عارف ايه اللي هيتم دلوقتي جوه. وبعدين خليه يدخل يلحق عرب عشان ما يبقاش بطوله جوه. طب عشان خاطري يا ابني، اقف جنبه، ما تسيبوش لوحده. حاضر ياما، ما تخافيش. لو احتجت حاجه يا متر لغيني، هاجيلك هوا. وقت بالظبط. اطمني يا خالتي والمصحف كله خير. يا رب خير، يا رب خير يا رب.